هو النهارده عندنا اكثر من حاجه زي ما قلنا، عندنا دلوقتي محاضره انتوا اللي طالبينها، اغلبكم هو اللي طالبها. الموضوع بيشغل بال كتير منكم ان هو موضوع المراهنات يا يوسف. بعد الموضوع بتاعنا عندنا حفله عياد ميلاد وهنجاوب على كل الاسئله. النهارده بيسعدنا هو اللي هيجاوب. بيسعدنا النهارده يكون موجود معانا الدكتور بيتر مجدي، طبعا معانا التعليم، خادم خدمه شباب وخدمه المسرح، وخادم معانا في الكنيسه النسيم الطويل. صباح الفل يا شباب. تمام. طب احنا بنعمة ربنا النهارده هنتكلم عن المراهنات وعن القمار. طبعا الموضوع انتشر في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا بين الشباب، فهندخل كده في كام فكرة بخصوص موضوع المراهنات والقمار، وعايزين ايه نتفاعل مع بعض كده. قبل أي حاجة عايز أسألكم مين في الناس اللي قاعدين عايز يكسب فلوس؟ مين عايز يكسب فلوس؟ تمام، وانا رافع ايدي معاكم برضه، انا عايز اكسب فلوس برضه. طب هنسال سؤال تاني، مين بيحب الفلوس؟ الله ايه الشطاره دي؟ طب محدش رفع. انت بتحب الفلوس؟ مين تاني؟ بتحب الفلوس؟ تمام يا شباب. طيب انا عايز اسال الناس اللي كانت رافعه ايدها وهي بتقول ان هي عايز تكسب فلوس ونزلت ايدها لما قلنا بتحبوا الفلوس ولا لا؟ هل في فرق بين انسان عايز يكسب فلوس وانسان بيحب الفلوس؟ ايه الفرق طيب؟ اللي هو عايز يكسب فلوس دوت اللي هو حاجه تخليني اعيش اصلا. صح. انا بحب الفلوس دي حاجه طمع وحاجات. صح. تمام، انت قلت كل حاجه. الانسان اللي عايز يكسب فلوس ده، الفلوس بالنسبه له وسيله، هو بياخد الفلوس عشان يسدد بيها احتياجاته. لكن الانسان اللي بيحب الفلوس هو بيحب الفلوس لمجرد ان هو عايز يجمع فلوسه بس. علشان كده نلاقي ناس كتير ممكن تبقى اغنياء ومعاها فلوس لكن ما بتصرفهاش، لان هو مش هدفه انه يصرف الفلوس، هو هدفه انه هو يجمع الفلوس. طب لو جينا نشوف الكتاب المقدس قال لنا ايه عن فكره حب الفلوس؟ يلا مين اللي هيقول؟ يرفع ايده. الصور دي بتجمع، بتقول ايه من الكتاب المقدس؟ مين؟ قول يا مينا. تمام يا مينا، مظبوط. الكتاب المقدس يا شباب بيقول لنا لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان. يا رب، حب للفلوس ممكن يضلني على الإيمان؟ ممكن يحصل. وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. طيب آية تانية، مين يعرف يرتب الآية دي؟ يرتبها. مين هيرتبها؟ مين اللي قال؟ تمام. الكتاب المقدس بيقول لنا ايه برضو؟ من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل. يعني اللي هدفه انه يجمع الثروة مش هيشبع من اي دخل يدخل له، مهما دخل له فلوس مش هيشبع. وهذا ايضا ايه؟ هذا ايضا باطل. طيب اخر آية، مين هيقول؟ جيروم رفع ايده الاول. تمام، هو رفع ايده الاول. لسه في حاجات تانية جايه. لسه تمام. الكتاب المقدس بيقول لنا ايه؟ لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر الاخر. لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. هل في فعلا ناس بتخدم المال؟ في ناس بتخدم المال ومستعده انها تضحي باي حاجه في مقابل ايه؟ في مقابل انها تكسب فلوس. طب احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا عايزين نكسب فلوس لكن ما بنحبش الفلوس، كلنا كده. طيب انا عايزكم تقولوا لي ايه هي مصادر كسب المال بالنسبه لكم؟ يعني انا دلوقتي عايز اكسب فلوس. الشغل، مظبوط. في حاجه تاني؟ طيب ماشي، الشغل والمراهنات. في حاجه تاني؟ تمام، هنتكلم على كل الحاجات دي. طيب بصوا يا شباب، احنا دلوقتي اي حاجه بنعملها في حياتنا في قانون بيحكمنا. القانون بتاعنا هو ايه؟ هو الكتاب المقدس. تمام. احنا عايزين نشوف الكتاب المقدس قال لنا ايه عن مصادر كسب المال. يعني الكتاب المقدس قال لي ايه القانون بتاعي اللي انا ماشيه على حياتي لو انا عايز اكسب فلوس. القانون بتاعنا الكتاب المقدس قاله لنا في الصوره دي. مين الاثنين دول؟ ادم وحواء. بس مظبوط. خد يا يوسف.
الكتاب المقدس قال لنا ايه؟ بعرق وجهك تاكل خبزا حتى تعود الى الارض التي اخذت منها. يبقى الكتاب المقدس حط لنا قانون ان مصادر كسب المال بالنسبه لي ان انا اشتغل. اي حاجه بقى بعد كده هتكسب منها فلوس طبق عليها القانون ده. لو لقيت القانون ده ينفع معاها يبقى انت ماشي صح، لو لقيت القانون ده ما ينفعش معاها يبقى اعرف ان انت ماشي غلط وان الفلوس دي لا تحل ليك. تمام؟ طيب في ولاد العالم طبعا والشيطان مش هيسيبنا، يعني ربنا قال لنا وصيه ان احنا ايه؟ نشتغل علشان ناخد فلوس ونكسب فلوس. الشيطان مش هيسيبنا طبعا اكيد، زي ما بيكسر كل الوصايا وبيحاول يخلينا ما نعملش الوصايا اللي ربنا قالها لنا، هو عايز يكسر الوصيه اللي ربنا اداها لنا ان الشغل يبقى مصدر الفلوس اللي بتجي لنا. طب انا عمل ايه بقى؟ ولاد العالم حاولوا ان هم يلاقوا طريقه ثانيه يخلوا بيها ولاد ربنا ان هم يكسبوا فلوس بطريقه غلط. ايه الطريقه دي؟ وهمك ان هو في طريقه هتخليك توصل لمكسب سريع اللي هي طريقه ايه؟ القمار والمراهنات. لو انت دخلت في القمار والمراهنات هتنطبق عليك الايه دي. ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصيد في الحفر كله وفي بيوت الحبوس اختبأوا صاروا نهبا ولا منقذ. هتقع. الكتاب المقدس بيقول لك هتبقى منهوب ومسلوب من فلوسك ومن ارادتك، وهتقع في الحفر ومحدش هيقدر ينقذك لو دخلت في سكه القمار والمراهنات. طيب قبل اي حاجه، يعني ايه رهان او قمار؟ عايز حد يقول لي يعني ايه رهان او قمار؟ يرفع ايده كده ويعرف لي يعني ايه رهان. مثلا بحط فلوسي في حاجه، في لعبه او حاجه، وفي الاخر اللي هي تيجي تدفع او ما تجيش. تمام مظبوط. في حد تاني يقدر يقول اي تعريف للرهان او القمار؟ براهن على حاجه مثلا لو صح براهن على حاجه. تمام مظبوط، زي ما قلت كده اهو. اهي كيكه، احلى كيكه. زي ما قلت مظبوط. بيقول لك ايه؟ القمار او الرهان ليه تعريف كده ثابت، يقول لك هو المخاطره بشيء ذو قيمه على امر الحصول على شيء ذو قيمه اكبر. اول كلمه في الرهان ايه؟ المخاطره. اول كلمه في الرهان المخاطره، يعني دي حاجه مش مضمونه ملهاش قانون، يعني انت بتدخل وانت ونصيبك وانت وحظك. بشيء ذو قيمه اللي هي ايه؟ انت بتراهن بالفلوس، وخلي بالك انت بتبدا الاول بالفلوس، بعد كده بتضحي بحاجات تانية اكتر من الفلوس بكتير هنتكلم عليها، على امل الحصول على شيء ذو قيمه اكبر. الحصول على شيء ذو قيمه اكبر اللي هو ايه؟ فلوس اكتر، مكسب اكتر، هو ده المراهنه او القمار. طيب عايز اسالكم ليه الناس بتراهن من وجهه نظركم؟ عشان تكسب فلوس. ايه تاني؟ تسليه. ماشي، ايه تاني؟ ايه تاني؟ في اي سبب تاني؟ قول يا مين؟ عشان ما تتعبش في الفلوس. تمام حلو قوي. هي اول نقطه اللي انتوا قلتوها دي اللي احنا هنتكلم عليها، شهوه المكسب السريع. هل في حاجه اسمها هي بتراهن عشان تدمن؟ لا، هو الادمان نتيجه للرهان، انا معاك، لكن ده بيحصل بعد كده. لكن هنقول ليه الناس بتراهن اصلا؟ الناس بتراهن لان اول حاجه في حاجه اسمها شهوه المكسب السريع. هل المكسب السريع ده شهوه؟ شهوه. حد يرتب الايه دي؟ لا، هي بتبدا بوال مستعجل، بتبدا بوال مستعجل. حد هيقول يرفع ايده. هو قالها الاول حبيبي. الكتاب المقدس بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا الرجل الامين كثير البركات والمستعجل الى الغنى لا يبرأ. فالكتاب المقدس بيقول لنا ان حياتنا كلها المفروض تتخذ على خطوات، امشي في الطريق الصح، لكن لو انا استعجلت وبقى عندي شهوه المكسب السريع دي تعتبر خطيه. طيب السبب الثاني الامان المالي والخوف من المستقبل. ناس كتير بتخاف من المستقبل، يقول لك يعني انا لسه هبدا احوش، انا راجل عايز اتجوز ولسه هشتغل واتعب وكلام على ايه؟ طب ما انا ادخل احط لي فلوس واكسب اضعافها، انا خايف من اللي جاي، انا بعمل كده بسبب ان انا خايف من المستقبل ومحدش عارف الدنيا يحصل فيها ايه. فدي طبعا تعتبر خطيه. ليه؟ لان ربنا قال لنا ايه؟ هنقرا الكلمه وهيبقى فيه صوره، اللي يعرف يجمع الايه قبل ما اكمل الايه الاخيره يرفع ايده ويقولها لي. اليست دول ايه؟ لا مش طيور. ها دول كام عصفور؟ مظبوط، شاطر. الكتاب المقدس بيقول لنا ايه؟ اليست 5 عصافير تباع بفلسين؟
وليس عصفور واحد وواحد منهما ليس منسيا امام الله. ليه بقى؟ ليه بقى؟ يعني بيقول لك الخمس عصافير بفلسين، يعني العصفورين بفلس، يعني في واحد فوق البيعه، اللي فوق البيعه ده اللي انت مش حاسبه اللي بتديه هديه ده مش منسي قدام ربنا. فما تقلقش، ربنا كده كده كاتب لك رزقك وهيكرمك، بس انت امشي في الطريق المظبوط. ثالث حاجه، شهوة تجربة الأشياء الضارة والشريرة. الإنسان عموما مخلوق عنده فضول عموما في حياته، بيحب يكتشف الحاجات ويجرب الحاجات الجديدة، لكن عنده فضول أكتر ناحية الأشياء الضارة والأشياء الشريرة. ده حصل في الصورة دي. مين دول قلنا؟ آدم وحواء. آدم وحواء في وقت السقوط، وقت ما أكلوا التفاحة، هم كان عندهم في كذا خطيه حصلت، منهم في واحده. ايه الخطيه اللي ترتبط بالنقطه دي؟ معصيه. الشيطان قال شاول ايه؟ حواء كان عندها التفاح. ايوه ماشي، ايوه الشيطان راح قال لهم ايه ساعتها؟ قال لهم ايه؟ ربنا قال لهم كلوا من كل الشجر لكن ما تاكلوش من الشجره دي. الحيه راحت قالت لهم ايه؟ بس لو كلت من الشجره دي هتعرف الخير والشر. طيب هو ربنا قال لك ان انت مش مطلوب منك انك تعرف الخير والشر، انت كده كده مخلوق طاهر نظيف، مش مطلوب منك انك تعرف ده. لكن هو شهوة الانسان ايه بقى؟ انه يجرب الحاجات الضاره، انه يجرب الحاجه اللي ربنا قال له عليها ما تعملهاش. هو طبع الانسان كده. فكده المقدس بيقول لنا ايه بقى؟ لا تتبع هواك ولا قوتك لتسير في شهوات قلبك. الكتاب المقدس بيقول لك لما يكون في شهوه لقلبك ما تتبعهاش وما تمشيش وراها. قال لك ايه تاني؟ لا تكن تابعا لشهواتك بل عاصي اهوائك. يعني شوف اهوائك رايحه فين وعصيها، امشي عكسها. فانك ان ابحت لنفسك الرضا بالشهوه، لو سبت لنفسك انك ترضى بالشهوه جعلتك شماتة لاعدائك. هتجعلك شماتة لاعدائك اللي هو الشيطان، هيشمت فيك لان انت وقعت في ايه؟ في الخطيه. اخر حاجه ودي اهم نقطه بقى، ليها علاقه بالرهان بشكل مباشر. ليه الناس بتراهن؟ علشان وهم السيطرة. حد يقدر يقول لي ايه هو وهم السيطرة؟ دي حاجة معروفة علميا. ايه هو وهم السيطرة؟ كسبت اول مره هتروح تلعب. دي اسمها مطاردة المكسب، دي حتى هنتكلم فيها بعد كده. لكن في حاجة اسمها وهم السيطرة. كل حاجه ايوه هو فكره ايه؟ هي اسمها وهم، اولها كلمه ايه؟ اولها كلمه وهم. فتعريفها العلمي ايه؟ بيقول لك هو ميل الاشخاص الى المبالغه في تقدير قدراتهم. يعني انت قدراتك كده، انت موهوم ان انت قدراتك كده، ان انت راجل مفيش زيك يعني. خلاص؟ على التحكم بالاحداث او النتائج، ان انت تقدر تتحكم في الاحداث وايه؟ والنتائج التي هي في الواقع ومن الاساس خارج عن سيطرتهم. اللي في الواقع ولا خارج عن سيطرتك. يعني انت بتروح تراهن على ماتش دلوقتي، خلاص؟ انت واحد من ضمن ال 22 لعيب؟ لا. انت الحكم؟ لا. انت المدرب؟ لا. طب انت ايه دورك في الموضوع؟ ولا حاجه. انت مالكش اي دور اساسا. تمام؟ ويقود هذا السلوك الاشخاص الى اتخاذ اجراءات غير عقلانيه. ما يكون انت بتراهن ده شيء منافي اساسا للعقل، انت رايح تعمل مخاطره في حاجه انت مالكش تحكم فيها، بس برضه بتروح تحط فيها فلوس. ليه؟ عشان وهم السيطره اللي بيسيطر عليك. لانهم يعتقدون ان بامكانهم التاثير في النتيجه حتى عندما لا يستطيعون. يعني انت اصلا ما تقدرش، بس عندك الوهم ان انت هتقدر تسيطر على النتيجه دي. ويظهر هذا السلوك في المراهن او المقامر عندما يستمر في اللعب وهو لا يملك اي تاثير على نتيجه اللعب. في تجربه عملها عالم اسمه فريدريك سكينر. العالم فريدريك سكينر ده عمل ايه؟ عمل تجربه حلوه قوي. التجربه دي بصوا بقى، الراجل ده جاب فار وحطه في بوكس. تمام؟ جاب فار وحطه في بوكس. الفار قاعد في حاله، قام جاع عايز يلاقي اكل وهو جوه بوكس مقفول. فبطبيعه الحال قاعد عمل ايه؟ قاعد يجري في البوكس وقاعد يدور. وهو بيجري وبيدور كان في زي دراع كده، خبط في الدراع. ايه اللي حصل؟ نزل له اكل. الفار مره ثانيه اكل خلاص وشبع والدنيا تمام. مره ثانيه ايه اللي حصل؟ جاع، قاعد يجري ويلف، خبط في الدراع بالصدفه، نزل له اكل. مع تكرار الموضوع الفار حصل له ايه؟ اتعود وفهم ايه؟ فهم ان الدراع اللي بينزل ده بينزل لي ايه؟ بينزل لي اكل. ده خلاص بقى الفار ده كل فهمه ان انا لما بخبط الدراع ده بينزل لي اكل. قعد خلاص مطمن ان انا لما جوع هروح اضرب الدراع. جاع وهو بيجري راح يخبط الدراع ما نزلش اكل.
الفار اتجنن. ليه بقى؟ لان انا عارف ان انا لما بخبط الدراع ده بينزل لي اكل، ما ينزليش اكل ليه؟ الفار هنا عنده ايه؟ عنده وهم سيطره. وهم سيطره بايه؟ ان انا لما عاوز الاكل هنزله بالدراع ده، لكن هو في الاخر ملوش اي تحكم في حاجه. واللي بينزله الاكل مين؟ الراجل اللي موجود فوق بينزله الاكل بمزاجه، وقت ما يحب ينزله له، وقت ما بيحب يمنعه عنه بيمنعه عنه. فللاسف انت دورك كمراهن في اللعبه لا يتخطى دور الفار في التجربه دي. انت بتروح تضرب الدراع فاكر الاكل هينزلك، وهو فوق عمال يضحك عليك اساسا، مره ينزل لك ومره ما ينزلكش، كله ايه؟ كله بمزاجه. فوانت بتراهن كده وانت داخل بتراهن افتكر الموضوع ده واعرف انت دورك ايه في الرهان. طيب ايه اللي بيحصل لما بتراهن؟ دلوقتي انت بتدخل تراهن قدامك احتمالين ما لهمش ثالث، يا ايه يا ايه؟ يا بكسب يا بخسر. مظبوط، اتفقنا؟ انا همشي معاك في المكسب. انت راهنت، حطيت فلوس وكسبت. في حاجه بتحصل اول ما بتكسب. ايه اللي بيحصل اول ما بتكسب؟ بتفرح. مين قال بفرح؟ تمام. لا لا لا، هي احنا عايزين بتفرح دي مخصوص. اقول لك ليه بقى؟ لان انت لما بتفرح في هرمون بيتفرز في مخك اسمه هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين ده بيعمل ايه؟ هرمون الدوبامين ده بيعمل ايه؟ اسمه هرمون المكافأة. الهرمون ده بيظهر لما بتعمل اي حاجة كويسة واي حاجة صح انت بترضى عنها، خلاص، فبتلاقي هرمون الدوبامين ده ايه؟ ده طلع. بيطلع في المخ، بيبدأ ان هو يسيطر عليك، وتبدا ان انت تحتاج تاني ان انت تحس بهرمون الدوبامين ده، فبتبدا تعمل تراهن تاني عشان تكسب. فانت كسبت، بتدخل في حاجه اسمها دايره مطارده المكسب. انت عايز تكسب تاني، انت هتقول ايه؟ لا انا هلعب مره وخلاص وهكسب الفلوس وامشي. مش هيحصل. هتدخل في دايره اسمها دايره ايه؟ مطارده المكسب، وتفضل تلف حوالين نفسك وتكسب لحد ما ايه اللي هيحصل؟ الاحتمال التاني هتخسر. لما بتخسر ايه اللي بيحصل بقى؟ ما هي انا هفرح انا هزعل؟ لا انت بتزعل طبعا، بس في نقطه، انت بتتخيل ان انت عملت حاجه غلط عايز تصلحها. ليه بقى؟ ما انا كسبت المره اللي فاتت، مش انا كسبت قبل كده؟ انت اساسا البرنامج اول ما بتدخل بيديك فلوس لوحده يعني، تمام؟ يعني بيشجعك انك تراهن، فبيقول لك ايه؟ طب ما انا كسبت المره اللي فاتت، طب ما انا عملتها قبل كده صح، طب ما انا اعملها تاني. انا عملت حاجه غلط، لا انا توقعت هنا غلط، انا هتوقع المره الجايه صح. فبتوهم نفسك ان انت في حاجه عملتها غلط هتصلحها وتلعب تاني. تدخل في دايره ايه بقى؟ انا عايز ايه؟ بيقول انا في كلمه عايز اسمعها. انا خسرت عايز اعوض. انا خسرت عايز اعوض. هي دي الفكره. وتدخل في حاجه اسمها دايره ايه؟ مطارده الخساره. وانت تفضل عمال تلف حوالين نفسك ما بين ايه؟ خسرت عايز اعوض، كسبت طب ما انا عايز اعوض اكتر من الفلوس اللي انا خسرتها، طب ما انا هراهن اكتر، كسبت تاني طب ما انا ممكن اعدي، اخسر طب انا عايز اعوض، وتفضل عمال تلف في الدايره دي اللي ملهاش اخر لحد ما توصل لايه؟ للادمان. طب هل المراهنات والقمار ده ادمان؟ ليه ادمان؟ لان تم ادراج المراهنات رسميا في الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات النفسيه تحت مسمى اضطراب المقامره والمراهنات، اسمه الجامبلينج ديس اوردر. خلاص؟ الفكره في ايه دلوقتي؟ ان العلم نفسه حط ان في بند اسمه ادمان المراهنه والقمار، تمام؟ وده بيحتاج علاج. قال لك ايه تاني؟ ان زي ما قلنا ان المراهنات بتحفز جهاز المكافاه بتاع الدوبامين في المخ، تمام؟ وبالتالي انت بتحتاجه تاني، فبتحتاج تلعب تاني عشان تحس بنفس الشعور والاحساس ده ايه؟ الشعور والاحساس ده تاني. طب ثالث حاجه، بيتصنف ادمان القمار والمراهنات بانه اخطر انواع الادمان. ليه بقى؟ بيسموه اسم كده، الهيدن ادكشن، الادمان الخفي. ليه؟ لان انت راجل ماسك التليفون في ايدك، انا ما اعرفش انت قاعد بتعمل ايه. لكن اللي بيدمن مخدرات او بيدمن كحوليات او اي حاجه تانية بيبان عليه مع الوقت. فالادمان بتاع القمار هنا اخطر لانه مش متشاف ومش معروف. رابع حاجه، ادمان المراهنات احنا قلنا ان في جزء منه عشان اكسب فلوس، صح؟ طب ايه رايك في الناس اللي بتلعب قمار ومراهنات وهم مليارديرات اساسا؟ ده طبع زي ما انت قلت، ده طبع. ليه بقى؟ حد يعرف مين اللعيب ده؟ ايفان توني ده لعيب في الدوري الانجليزي. خلاص، راجل يعني ملياردير، يعني راجل ما خلاص، يعني راجل حياته مستقره وبيلعب مباريات والدنيا شغاله معاه زي الفل، تمام. عمل ايه بقى؟ الراجل ده الاتحاد الانجليزي وقفه لمده 8 شهور. بيقول لك ايه هنا؟
بس ان هم قللوا له العقوبه ل 8 شهور بسبب ندمه الحقيقي وتشخيص حالته بادمان القمار. الراجل ده مش محتاج فلوس المفروض خلاص، لكنه ايه؟ ادمن ايه؟ ادمن القمار. دي الفكره، ده دليل ان القمار مش لاحتياج الفلوس بس، انه ادمان. مين اللعيب ده؟ تونالي ايه اللي حصل له برضه؟ اتوقف 10 شهور بسبب برضه ايه؟ ادمان المراهنات. فالفكره كلها اللي انا عايز اقول لك، الفكره مش في ان انت بس محتاج تكسب فلوس، لا، انت بعد كده بتدخل في سكه الادمان، والسكه دي مش هتعرف تخرج منها. طيب، خامس حاجه، بقى في اقسام موجوده في مستشفيات الصحه النفسيه لعلاج ايه؟ لعلاج المراهنات. يعني انت دلوقتي زيك زي المدمن بالظبط بتاع المخدرات، بتتاخد في مصحه، بتقعد فيها، بيتمنع عنك التليفون، وبالتالي انت بتدخل في سكه ايه؟ في سكه علاج ادمان حقيقي. اخر حاجه، لو بتعاني من مشكله ادمان المراهنات والقمار اصلا، فانت هتفضل تستمر في ان انت عمال تدفع فلوس علشان تدخل دايره مطارده المكسب والخساره اللي احنا قلنا عليها، اللي هتأدي بيك في الاخر لايه؟ للادمان. وبالتالي احنا اتفقنا ان المراهنات ادمان. طيب، اعرف منين ان انا وصلت لمرحله ان انا مدمن قمار ومراهنات؟ بعرف منين؟ في حاجات لو ظهر، في حاجات هنقولها بسرعه، لو ظهرت عليك اعرف ان انت مدمن مراهنات وقمار. اول حاجه، زياده عدد ساعات استخدام التطبيق، فاتح اللعبه ليل ونهار، تمام؟ ما تقدرش تستحمل ان النت يتقطع او ان اللعبه يحصل فيها مشكله. هنا تعرف ان انت خلاص دخلت في سكه الادمان. تاني حاجه، الشعور بالاثاره والتوتر والقلق والحزن والاكتئاب والانتقام، انا لازم اعوض، انا لازم اكسب، والتحكم بالمزاج. يعني انت لو خسرت ممكن خلاص يومك كده خلاص اتقفل بالنسبه لك، اتعكننت. اي احساس بتحسه في الحاجات دي اعرف انت خلاص ابتدى ايه؟ يحصل عليك سيطره من المراهنات والقمار. تالت حاجه، الحديث متكرر عن القمار والمراهنات. مش لوحدي بقى، انا مش هقع لوحدي، انا هجيب معايا اصحابي واروح بقى واكلم ده واقول له خد كذا ومش عارف ايه، ماشي معانا 500 جنيه، ممكن انت 250 و250 وانت خش وانا ادخل معاك، وبتدخل طبعا في سكه ايه؟ في سكه الادمان. رابع حاجه، النهوض من النوم بشكل مفاجئ. بيحصل كده، معظم المراهنين اللي اتاخدوا في المصحات النفسيه وهم بيتعالجوا كان بيحصل لهم النقطه دي، بيقوم من النوم بشكل مفاجئ. ليه؟ اول ما يسمع اي نوتيفيكيشن بيفتكرها بتاعه الماتش خلص، فراح يشوف هو قام كسب ولا خسر، فبيبدا خلاص كوابيس، هو خلاص الموضوع سيطر عليه، ما هو مدمن الموضوع بتاع القمار والمراهنات سيطر عليه. خامس حاجه، تدهور حالتك الصحيه طبعا، لان حضرتك قاعد وشك في التليفون ليل ونهار ومش اخد بالك من اي حاجه غير فكره ان انت كسبت ولا خسرت، وراهن بكام واكسب ايه واخسر ايه. سادس حاجه، الانعزال الاجتماعي. الانعزال الاجتماعي طبعا سايب اهلك وسايب الدنيا كلها وقاعد ماسك التليفون، مالكش دعوه بحد. سابع حاجه، طلب الاستزاده وعدم الشبع. دي النقطه بقى، ان انت عايز تزود اكتر، اللي هو انا دفعت 200 انا عايزهم 400، دفعت 400 انا عايزهم 800، وهكذا. فبيحصل ايه؟ طلب للاستزاده وعدم شبع. تامن حاجه، لو حاولت تبطل وفشلت. في ناس كتير بتعمل كده، يقول لك بص انا هدخل الاول اجرب مره، واول ما اكسب هسحب الفلوس وخلاص. لا، ده ما بيحصلش، تمام؟ هتحاول تبطل بعد كده هتفشل. اعرف ان انت داخل في ايه؟ في طريق الادمان. تاسع حاجه، ارتكاب الجرائم، وده طبعا حصل كتير جدا، وفي مواقف بس مش هنقدر نتكلم عنها، حصلت في مصر برضه، خصوصا في ناس قتلت ناس، وناس سرقت فلوس علشان خاطر ان هو طبعا بيخسر وعايز يعوض، وفي ناس بتستلف فلوس وتقع في الديون بسبب الادمان وقمار المراهنات وادمان المراهنات. 10 حاجه، محاوله الانتحار. التقارير بتقول ان 30% من الاشخاص اللي لعبوا قمار ومراهنات حاولوا الانتحار. 30%، يعني كل 10 بني ادمين لعبوا في 3 منهم حاولوا الانتحار. طب هو بيحاول الانتحار ليه؟ عليه ديون. ثاني حاجه، الوصم الاجتماعي، ان انا راجل الناس عرفت ان انا مراهن وبآمر فهي لا انا عايز اهرب من الناس دي كلها، مش قادر اواجههم فبنتحر. الاكتئاب ممكن يخليه من كتر ما هو عمال يخسر ان هو ايه؟ بيقع في ان هو ممكن ينتحر بسبب ادمان المراهنات. طيب، الفكره في ايه؟ ان انت كده كده هتخسر. طب انت هتقول لي انا اعرف ناس كسبت. طب تعالى نشوف الدايره بتاعه المراهنات. المراهنات فيها ثلاث اطراف. الثلاث اطراف اللي موجودين في المراهنات مين؟ اول طرف التطبيق نفسه اللي انت بتلعب عليه، تمام؟ تاني طرف شركات الاعلانات.
الاعلانات طبعا اللي طالعه لك ليل نهار على الريلز على الفيسبوك وطالعه لك على اليوتيوب، الشاب اللي بيطلع يقول لك تلاقي في فلوس في ايديه يقول لك انت بتشتغل ليه؟ ما تشتغلش، ايه اللي يخليك تشتغل؟ ما نزل البرنامج واكسب. تمام؟ بيوهمك طبعا وهم السيطره اللي اتكلمنا عليه قبل كده. تمام؟ فشركات الاعلانات دي بتكسب فلوس، كل ما انت بتنزل التطبيق بعد ما بتشوف الاعلان ده شركه الاعلانات بتكسب فلوس والشركه نفسها بتكسب فلوس، والغلبان الاخير هو مين؟ المراهن. ده الغلبان الاخير اللي عمال يدفع الفلوس الوحيد اللي بيضحك عليه. قانون المراهنات والقمار في جمله كده مشهوره فيه، بيقول لك التطبيق هو الرابح مهما خسر والمراهن هو الخاسر مهما ربح. يعني حتى لو التطبيق في الاول خسر فلوس انت كسبتها هو هيكسب في الاخر، وحتى لو انت كسبت فلوس في الاول فانت هتخسر في الاخر. دي ريفيوهات لناس كتير جدا خسرت فلوس. تمام؟ الفكره في ايه؟ ان المراهنات بتنقسم لحاجتين. لو انت هتراهن على ماتشات، الفكره في الماتشات ايه؟ ان انت لا تتحكم اساسا في النتيجه، حتى لو هتقولي طب انا ماشي هو مش هيقدر يعرف ان انا كده كده بتوقع قبل ما الماتش بيبدا. بتوصل نقطه بعد كده يقول لك ايه؟ بيقول لك ان علشان تسحب الفلوس لازم تعمل حاجه اسمها رفع مستندات، وتيجي ترفع المستندات دي يحصل فشل في رفع المستندات، وبعد كده تلاقي الايه؟ الاكونت بتاعك اتعمل له بلوك من الابلكيشن نفسه. يعني حتى لو انت كسبت هو مش هينزلك الفلوس بعد كده، بينزلك اول مره واثنين وثلاثه لحد ما تقع في الدايره دي، بعد كده بيعمل ايه؟ بيعمل لك بلوك على الاكونت بتاعك. الفكره الثانيه فكره اللعبه بقى اللي هي الطياره والكلام ده. الفكره في ان انت بتتوقع ان هتفرقع مثلا في الثانيه كذا، هو يا حبيبي بيشوف انت بتتوقع ايه وهو هيخليها تفرقع في الثانيه اللي انت بتقولش عليها. الموضوع سهل جدا، خلاص هو بيضحك عليك اساسا. دورك لا يتعدى دور الفار في التجربه اللي قلنا عليها، هو شايفك من فوق. تمام؟ فبعد كده ايه اللي بيحصل؟ هيشوفك انت هتعمل ايه وهيعمل عكسك، فبالتالي انت كده كده هتخسر مهما كسبت في الاول، هيجي الوقت وهتخسر. طيب ليه المراهنات لا تحل ليه؟ ده سؤال مهم جدا. اول نقطه، لا ينطبق عليها وصيه كسب المال اللي موجوده فين؟ في الكتاب المقدس. احنا قلنا الكتاب المقدس قال لنا ايه؟ بعرق وجهك تاكل ايه؟ تاكل خبزا حتى تعود الى الارض التي اخذت منها. وبالتالي انت المراهنات دي ملهاش اي علاقه تماما بايه؟ بالايه اللي قال عليها الكتاب المقدس. طيب تاني حاجه، لانه مكسب بغير حق، لانه غير مشروط. احنا اتفقنا ان انت المكسب عشان يبقى بحق انت بتبقى عارف انا داخل مشروع ممكن اكسب كذا ممكن اخسر كذا، في دراسه جدوى للمشروع. احنا قلنا القمار والمراهن ايه؟ هو عباره عن مخاطره، انت ما تعرفش اي حاجه ولا تتحكم في النتيجه اساسا. تاني نقطه، ان انت بتاذي شخص تاني وبتاخد فلوسه بدون وجه حق. الكتاب المقدس قال ايه على النقطه دي؟ الايه دي حلوه جدا. محصل الغنى بغير حق في نصف ايامه يتركه. يعني اللي بياخد فلوس من غير حقه في نصف ايامه يتركه وفي اخرته يكون احمق. تمام؟ وبالتالي احنا لازم نتاكد ان الفلوس اللي انا باخدها دي فلوس بحق ازاي؟ ان انا تعبت فيها. ثالث حاجه، لانها تتسلط عليا. مين هيرتب الايه دي؟ يرفع ايده. مين؟ حد يرفع ايده. ها. صح، اولها كل اشياء. ها مين؟ ايوه كل اشياء تحل. ايوه مظبوط، ولكن لا يتسلط علي شيء. تمام. الايه بتقول كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق، كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. انا عايز اقول لك حاجه، انت عارف ان اقول لك ايه؟ انت راجل بتلعب كوره، خلاص؟ والكوره رياضه حلوه. لو كرة القدم دي نفسها تتسلط عليك ده غلط. أي حاجة تتسلط عليك ده غلط. أي حاجة بتشغل تفكيرك طول 24 ساعة، حتى لو حاجة المفروض يعني مثلا ما بقولكش إن هي حاجة وحشة، لا تقول لي أنا بلعب كورة دي رياضة، أحسن ما أقعد على قهوة، أحسن ما أشرب مخدرات. بس لو وصلت إنها تتسلط عليك وإنك تسهر للصبح عمال تلعب وما تصحاش الصبح تروح قداسك ولا خدمتك ولا تشوف شغلك ولا تشوف دروسك وتكنسل الدروس وتروح تلعب حجز كورة، فدي تعتبر غلط وخطية. ما بالك بقى بالقمار والمراهنات اللي هي اساسا حاجه غلط. طيب اخر حاجه، لانها بتدمر صحتك الجسديه وايه؟ والنفسيه. مين هيرتب الايه دي؟
هيكل الله يسكن فيه يسكن اولها اما تعلمون. مظبوط. يقول لك ايه؟ اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. فاي حاجه هتدمر صحتك الجسديه والنفسيه دي غلط، لان دي وزنه ربنا مديها لك وانت لازم تحافظ على الوزنه دي. اخر حاجه خالص، ازاي اوقف لعبه مراهنات؟ لو انا بدات في اللعبه قبل ما صح، احنا نمسح اللعبه ده اساسي، ده المفروض ما ننزلهاش اساسا، بس لو نزلناها نمسحها. اول حاجه انك تصارح نفسك. تصارح نفسك يعني ايه؟ يعني تقول انا فعلا راجل بدات ونزلت لعبه وبدات مراهنات، فانا لازم اصارح نفسي ان انا بعمل حاجه غلط، تمام؟ واعمل ايه؟ وامسح اللعبه. تاني حاجه تصلي وتطلب المساعده من ربنا. ده شيء اساسي طبعا، ان احنا نطلب المساعده من ربنا ان هو يرفع عنك تسلط الشيطان عليك والخطيه اللي انت بتعملها دي. ثالث حاجه تملى وقت فراغك بشيء مفيد، بدل ما انت ماسك التليفون عمال تلعب فيه ليل ونهار، لا تملى وقت فراغك بايه؟ بشيء مفيد. رابع حاجه تصاحب صديق امين، لان طبعا احنا عارفين ان كل حاجه بدات صاحبك يقول لك طب ما تجرب. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل ايه؟ هنصاحب صديق امين، تمام؟ بحيث ان هو ياخدني معاه الكنيسه بدل ما يخليني انزل لعبه مراهنات او قمار. اخر حاجه يا شباب، في مرحله معينه انا لازم استشير فيها دكتور. في مرحله معينه لازم لو ما قدرتش امسح اللعبه او بقيت بمسحها وانزلها تاني، لازم استشير فيها دكتور، ولازم اصارح اهلي بالموضوع وابدا الجا واطلب مساعده من حد. اخر حاجه نطلب اول حاجه ربنا بيقول لنا ايه؟ لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لو انت نفسك ان انت تكسب فلوس وان ربنا يبارك لك ويبقى ليك رزق كويس، فانت اطلب الاول ملكوت الله وبره، وبعد كده ربنا هيعمل ايه؟ ربنا هو هيدي لك كل حاجه بعد كده، بس انت اطلبه الاول واطلب ابديتك، وربنا هيديك الفلوس وهيديك الشغل وحياتك هتبقى كويسه، بس اطلب ربنا الاول قبل اي حاجه. شكرا.